ده الجزء الاول من ليه ما اتعملش الجزء الرابع من سلسله افلام ذا دارك نايت. طبعا كل الناس بتحب سلسله افلام ذا دارك نايت، حتى الناس اللي ما بتحبش افلام السوبر هيروز كمان وبتعتبرها من افضل افلام السوبر هيروز اللي هم شافوها. ودي حقيقه فعلا هي واحده من احسن السلاسل اللي اتعملت. ابدع فيها كريستوفر نولان، الموسيقى، التصوير، القصه، السيناريو، حرفيا ثلاثيه مكتمله الاركان زي ما بيقولوا. الموضوع ابتدى ان هم كانوا هيعملوا مجرد فيلم الباتمان وعملوا باتمان بيجينز، وكان طبعا كريستوفر نولان قال لكريستيان بيل ان هم ما يطمحوش لاكتر من كده، هم هيعملوا عمل واحد بس وخلاص. وفعلا خلوا النهايه مفتوحه وقفلوا الفيلم على كده. لكن ورنر بروس طلبت منهم ان هم يعملوا جزء تاني، وساعتها كريستوفر نولان قال لك انا عندي لسه قصه احكيها. وفعلا راحوا عاملين فيلم ذا دارك نايت، وطبعا الفيلم نزل وفجر الدنيا، والناس لحد دلوقتي بتعتبره واحد من افضل الافلام اصلا اللي اتعملت، بعيد عن ان هو يصنف ككوميك بوك فيلم او لا.